عزيزي المشاهد والمستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة مختلفة وفريدة من نوعها في هذه القناة. طبعا أول مرة نطلع مرحرحين كده وبنتكلم عادي ولا فارق معنا أي حد. وحابب أقولك في بداية الموضوع، لو أنت مش من هواة الكلام الكتير والحلقات الطويلة تقدر تتفضل تطلع برا الفيديو. أما لو أنت من هواة الكلام والأحاديث والثرثرة والكلام اللي مش فاضي أوي يعني، تقدر تكمل معانا عادي، واحنا مش هنمنتج اي حاجة في الحلقة، هنببلش الحلقة زي ما هي كده علشان تطلع بقى بكل عبالها وكل الطراطيش اللي هتبقى فيها. وحابب اقولك في البداية انه انا احمد، وده مش بودكاست، دي مجرد دردشة عادية يا عزيزي حول مواضيع هامة ممكن تكون تهمك لو انت لسه جرافيك ديزاينر جونيور بتشق طريقك، او بتشتغل في الاندستري بشكل عام بقى، ايا كان بتشتغل مصمم جرافيك، انيميتر، فيديو اديتور، بتشتغل ايا كان ايه اللي انت هتشتغله. انا هنا خطابي ليك كرجل مستقل او عايز يستقل بذاته، وهحاول انقلك شوية من العثرات والثغرات والحاجات اللي انا فشلت فيها، لعلك تتدارك انت الموقف وتنجح في يوم من الايام. طبعا هتلاحظ ان الحته اللي فاتت اتقطعت واحنا كنا قايلين مش هنمنتج حاجه، ده لان انا متعود ان انا بمنتج، واول مره اطلع اتكلم قدام الكاميرا كده فاضطريت اسكت كتير على امل ان انا همنتج، بعدين افتكرت ان انا مش همنتج. فخلينا ندخل في الموضوع على طول من غير ما نطول كتير. احنا النهارده هنتكلم على كذا نقطه ممكن تكون تهمك كرجل لسه بيشق طريقه في الفريلانسنج، وعايز يبقى فريلانسر شاطر، وعايز يبقى فريلانسر ناجح، وعايز يكسب العملاء ويكسب فلوس ويستقل بذاته في أقرب وقت ممكن. لو أنت رجل عمرك بادئ لسه في المجال و 18 سنة، 17 سنة، 15 حتى أيا كان، أو حتى أكبر من كده، في شوية نقط لازم تاخد بالك منها. لو انت عايز تشتغل او عايز تبقى فريلانسر، ما تبقاش معتمد على وظائف في شغلك، لازم تاخد بالك من النقط دي وانت في بداية طريقك. خلينا نبدأ بأول حاجة، انا كاتبهم طبعا في ورقة في النوت اللي انت شايفها دي علشان خاطر ما ننساش اي حاجة. اول حاجة، في المجال، في اي مجال انت هتشتغل فيه، عشان تعرف تبقى فريلانسر لازم يبقى عندك شبكة علاقات. كنا اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده في فيديو قصير، وقلنا تخيل لو انت رجل معاك دولارات ومعاك ذهب ومعاك فلوس كتير ومعاك كنوز الدنيا والآخرة، وقاعد بيهم في الصحراء، تفتكر ممكن تعمل بيهم ايه؟ يعني انا ما اعتقدش ان ان في اتنين هيختلفوا على الاجابة دي. انت مش هتعمل بيهم اي حاجة خالص، مش هتستفيد بيهم في اي حاجه. كذلك الامر لو انت ديزاينر شاطر او انيميتور شاطر او فيديو اديتور شاطر ومفيش حد عارفك، هتبقى ايه لازمة التالنت اللي عندك دي، وايه لازمة الشطارة اللي انت فيها، وايه لازمة الهارد سكيلز اللي انت عمال تتعلمها؟ ملهاش اي لازمة طالما محدش يعرفك. على نفس المنهج كده، لو انت بقى عندك شبكة علاقات او في ناس كتير تعرفك ولسه بتبدأ طريقك، يعني حتى انت مش شاطر قوي، انت يا دوب لسه جونيور، بتعرف تتعلم او بتعرف تعمل الحاجة اللي انت داخل تشتغلها وعايز تبقى محترف فيها، يا دوب بتعرف تعملها، سواء الفوتوشوب او الافتر افكتس او البريمير او اي مجال غيرهم، انت يا دوب بتعرف تستخدم اساسيات البرنامج. بس عندك شبكة علاقات كتير، ناس كتير قوي تعرفك، وليك صحاب كتير في المجال طبعا. يعني انا ما اقصدش اي صحاب وخلاص، لا، انا بتكلم ان انت يبقى عندك علاقات جوه دايرة المجال اللي انت عايز تشتغل فيه. هنا الموضوع هيختلف جدا على فكرة، عارف ليه؟ علشان الناس هي اللي بتبدأ ترشحك لشغل او تطلب منك شغل بالفعل. هتلاقي حد داخل عارف ان انت بتشتغل الفوتوشوب بشكل، يعني ايه، انت لسه جونيور بتعمل حاجات كده شكلها شيك ولسه بادئ تشق طريقك، هتلاقيه بيقولك انا عايزك في التاسك دي، هيديك فلوس قليلة وممكن ما يديكش فلوس اصلا، بس هيبدأ يطلب منك تاسكس او يرشحك لناس تطلب منك شغل، والناس دول هيرشحوك لناس، وهكذا لحد لما تبقى رجل معروف جدا في المجال اللي انت عايز تشتغل فيه. فلازم تهتم في بداية طريقك ان انت ازاي تعرف تكون العلاقات دي. طب احنا ممكن يخطر على بالنا سؤال، تقولي طب هل العلاقات دي اكونها ازاي؟ يعني انا ممكن انزل الشارع اقول للناس ان انا فريلانسر، بعرف اشتغل الحاجات دي؟ لا. طب اوزع ورق زي ما كنا بنعمل زمان؟ لا برضو. في وسائل اخرى تقدر تعمل بيها العلاقات وتكون علاقات ناجحة، ما تبقاش بس قايمة على المصالح، لان انت لازم تركز قوي في النقطة دي. لان لما يعني ربنا يكتب لك القبول كده وتبقى معروف، لو علاقاتك بالناس اتبنت على المصالح بس، هي دي علاقات فاشلة، وغالبا ممكن محدش اصلا يكلمك ولا يعبرك تاني، لان انت راجل بتاع مصلحتك. فلا، لازم تبقى فاهم
ان انت بتبني العلاقة علاقة انسانية في الاول وفي الاخر، بعيد عن ان ممكن يكون الشغل هدفها، ولكن هي علاقة انسانية. طب ازاي ابني العلاقة الانسانية الجميلة دي جوه مجالي؟ انت ممكن تنزل كورسات. لو انت ايه كورسات دي؟ انت ممكن تنزل كورسات او كورسز بالعربي او بالانجليزي، دورات تعليمية يعني. تنزل دورات تعليمية في المجال اللي انت عايز تتعلمه. فلو نزلت دورات تعليمية او كورسات او كورسز، هتلاقي نفسك انك بتقابل هناك ناس وبتتعرف عليهم، وده انسب مناخ تتعرف فيه على ناس، لان كلكم نازلين لنفس ذات الهدف. هو انت نازل تاخد كورس جرافيك ديزاين او فوتوشوب او كورس اعلانات، كل الناس اللي رايحين نازلين لنفس السبب، فكلكم بتتشاركوا في هدف واحد. وده اول حاجة هتخليك اصلا تتعرف على كل الناس دي، وهتوفر عليك وقت طويل قوي في البحث عن اصدقاء يتشاركوا معاك نفس الهدف. دي كده طريقة، او ده طريق ممكن تمشي فيه وتكون منه شبكة علاقات محدودة شوية او لسه بدائية شوية. طب ان انت ممكن تعمل ايه تاني؟ انت ممكن راجل اتعلمت فوتوشوب بشكل مبدئي، وبتدور على انترنشيب في شركة او تدريب، عايز تنزل تتدرب في شركة. لما تنزل الشركة دي هيكون في ناس، في منهم السينيور، وفي منهم الارت دايركتور، وفي منهم الاكاونت مانجر. كل الناس دي كل واحد فيهم له ناس تانية بيعرفها، وله ناس تانية بيشتغل معاها. فلازم تسعى جاهدا انك تتعرف على الناس دي. ما تروحش تحايل عليهم انك تبقى صاحبهم او حاجة. مش كده، هي بتيجي بحكم الاحتكاك. انت نازل بتتدرب في مكان كل الناس اللي فيه بتعمل نفس الشيء، او كل واحد فيهم بيعمل اشياء مختلفة تجاه نفس الهدف، فبالتالي بتتعرفوا على بعض، وبتقعدوا مع بعض، وبتتكلموا مع بعض، وبيبدأ ينشأ ما بينكم علاقة ممكن تكون بره علاقة الشغل، ولكن كان سببها في البداية هو الشغل. فبالتالي لما تكمل طريقك في الحتة دي مع الناس دي، هتلاقي نفسك انت بترشحهم لشغل وهم بيرشحوك لشغل، وهكذا. انا ليا اصدقاء شغالين معانا في نفس المجال، مصممين جرافيك او اديتورز او لما حد بيطلب مني ان انا ارشح له حد، لو انا اقدر اعمل حاجه انا بعملها طبعا، ما برشحش حد اكيد يعني بس طالما في حد محتاج حد بيعمل حاجه انا ما بعملهاش، او انا مشغول مش هينفع اعملها دلوقتي، ببدأ اشوف في دايرة الناس القريبة مني، اقول له فلان ده يعرف يعمل كذا، فلان ده ممكن يعملها لك، وابدأ ارشح الناس لبعضها علشان يشتغلوا. وكذلك اصدقائي بيعملوا معايا كده، يجي يكلمني يقول لي في حد عايز شغلانة كذا كذا، تعرف تعملها له؟ اه اعرف. عندك وقت؟ اه عندي وقت. طيب خلاص تمام. بيلنك الدنيا، خلاص بتواصل انا مع الكلاينت وبنبدأ نشتغل، او انا بتواصل مع العميل مباشرة وبنبدأ نشتغل مع بعض، وهكذا. وفي ناس كتير انا بدأت بمجرد ترشيح، واستمريت معاهم في شغل لسنين، ولسه مستمر معاهم بسبب ان في حد صديقي رشحني للناس دي، فالناس دي اشتغلت معايا، وهكذا. دي كده الطريقة التانية. الطريقة التالتة ان انت تشير انت بتعرف تعمل ايه على السوشيال ميديا. يعني انت في جروبات المصممين دلوقتي موجودة كتير، او جروبس لكل حاجة بتتعمل. المسوقين ليهم جروبات، المصممين ليهم جروبات، الاديتورز ليهم جروبات، ال3 دي ارتستس ليهم جروبات، المحاسبين ليهم كل حاجة في الدنيا ليها جروبات دلوقتي. تقدر تدخل تتكلم عن نفسك في الجروبات دي، وتعرف نفسك انا بعرف اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. وكتر تنزيلك، او من كتر ما انت بتشير عن نفسك حاجات وبتشارك مع الناس موهبتك وخبراتك في النقطة دي، بتبدأ الناس تعرفك وتطلبك في شغل، او تسألك تعرف تعمل كذا ولا لا، فبتبدأ تبقى معروف في وسط المجال بشكل او بآخر، وتبدأ الناس تتواصل معاك. دي كده النقطة التالتة. ومن خلال السوشيال ميديا بقى تقدر تفتح لنفسك باب كبير قوي للشغل، من خلال انك بتسوق لنفسك بشكل مباشر، اللي هو انا بعرف اعمل كذا 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 وبدور على شغل، او بشكل غير مباشر انك بتنزل الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، فبتبدأ الناس تشوف، واللي مهتم بيتواصل معاك، وهكذا. بس فاول نقطة لازم تبدأ بيها يا صديقي العزيز هو انك تكون شبكة علاقات متماسكة الاطراف من نفس المجال اللي انت فيه. حلوة متماسكة الاطراف دي علشان تبدأ تلاقي شغل وتكون فريلانسر شاطر وناجح ومعروف. النقطة التانية اللي انت لازم تهتم بيها، على افتراض ان انت لقيت عملاء خلاص بقى، ازاي ممكن تتعامل مع العميل؟ علشان تحافظ على هذا العميل لازم تعمل شوية حاجات.
اولها انك ما تتساهلش معاه في الفلوس يعني ان انت ما تتفاوضش معاه في الفلوس، لانك لو اتفاوضت معاه هيمص دمك خالص. بس يعني ايه، خلينا نأجل الكلام على الفلوس ده في حلقة اخرى، ممكن نبقى نتكلم عن الموضوع. بس احنا نتكلم دلوقتي عن انا الاتيتيود بتاعي المفروض يكون عامل ازاي مع العميل، اتصرف معاه ازاي واقول له ايه. في بعض الناس بتتصرف بطريقة ان العميل ده كأنه صاحبهم، اللي هو كل ما اختفي من قدامه واتقل عليه العميل ده هبان قدامه ان انا مشغول جدا، وان انا راجل مهم، وان انا راجل عندي حاجات كتير اعملها ومش فاضيله. لو انت وصلت للعميل المسج دي ومش هيشتغل معاك تاني اصلا. العميل لازم يشعر ان انت على تواصل جيد معاه، على تواصل جيد. في فرق ما بينها وما بين ان انت تكون على تواصل طول الوقت معاه. يعني في عملاء بيظهروا الفجر، بيظهروا مش الفجر اللي هو مع اذان الفجر، لا، بيظهروا الساعة 2 الفجر يطلب حاجات. في عملاء بتظهر الساعة 9 الصبح، في عملاء بتظهر الساعة 3 العصر. انت لو انت بتشتغل مع 4 5 عملاء كل واحد فيهم بيظهر في ميعاد، هتلاقي نفسك 24 ساعة قاعد شغال. فهتعمل ايه؟ لازم تكون واضح جدا مع اي عميل انت بتتفق معاه على شغل، ان انا هكون ظاهر معاك في الاوقات دي، من الظهر للعشاء، من الفجر للظهر، ايا كان الوقت اللي انت بتنظمه لنفسك علشان تبدأ تشتغل. لازم تكون على تواصل دائم مع العميل في هذا الوقت اللي انت حددته بنفسك او بالاتفاق مع العميل، حسب حياتك ماشية ازاي. انا معرفش، انا مجرد بقدم لك النصيحة يعني. انت لازم تكون دايما على تواصل مع العميل وما تختفيش من قدامه. ما ده مش هيخليك تبقى كاريزما قدام العميل، بالعكس ده هيخلي العميل ينفر منك جدا وممكن ما يتعاملش معاك تاني. لان ده هيخلينا نفكر في حاجة، ان اي شغل في الدنيا وانت بتتعامل مع اي عميل، شغلك ده بينقسم لحاجتين: الهارد سكيلز والسوفت سكيلز، المهارات الصعبة او المهارات الحادة او الجامدة، والمهارات الناعمة. المهارات الحادة او الصعبة، الهارد سكيلز الترجمة الحرفية ليها، هي انت بتعرف تعمل ايه. يعني انا بعرف، انا ديزاينر شاطر جدا، تالنتد قوي، وبعرف اطلع افكار بره الصندوق خالص، وذوقي حلو، وبفينش حلو وجامد قوي. دي اسمها هارد سكيلز. السوفت سكيلز هو انا بتواصل مع العميل ازاي، لابق معاه في الكلام ولا لا، متواصل بطريقه جيده معاه ولا لا، منظم معاه في شغلي ولا لا، بعرف انظم مع الوقت والشغل ولا لا، منظم في تسليم ومواعيد التاسكات ولا لا. دي سوفت سكيلز. وعايز اقول لك ان دي قدر اهميتها اهم من الهارد سكيلز بكتير. انت ممكن تكون ما كنتش شاطر قوي، بس السوفت سكيلز عندك عاليه قوي، وعندك موهبه قد كده، تلاقي نفسك بيجيلك شغل كتير جدا اكتر من واحد تاني اشطر منك بكتير، بس ما بيعرفش يتعامل مع الناس. هو ده الفرق الحقيقي ما بين الفريلانسر الشاطر جدا والفريلانسر اللي محدش بيعبره ومحدش بيتواصل معاه. هي السوفت سكيلز لازم تركز عليها. لازم تعرف ازاي بتتواصل مع العميل، ازاي بتنظم وقتك معاه. لو اديته ميعاد لتسليم تاسك، حاول بكل جهدك انك متأخرش. وعشان تتفادى النقطة دي، نقطة انك تتأخر على العميل او لا، ممكن تعمل اكتر من حيلة. زي ان انت عارف ان التاسك دي هتاخد منك ساعة، انا ممكن اقول للكلاينت ساعتين مش ساعة. ليه؟ لان الساعة دي ممكن يحصل فيها اي حاجة. ممكن اجوع اقوم اكل، ممكن النور يقطع، ممكن الماوس بتاعي يبوظ، ممكن احب اريح ظهري شوية. حاجات كتير قوي ممكن تحصل في الساعة دي تأخرك. فالساعة مش هتبقى ساعة صافي، هي ساعة شغل. لو شلنا منها القواطع هتبقى ساعة، لكن هما في الحقيقة مش ساعة، ممكن يبقوا اكتر. فانت لازم تحط حساب للموضوع ده. الشغل هياخد 3 ايام، لا انا بقول 5. في يومين زيادة دايما دول سبير لأي حاجة ممكن تحصل. ولو انا خلصت بدري، لو انا قلت للعميل 5 ايام وانا خلصت بعد 3، دي كده بوينت ليك عند العميل. يعني انت كده كسبان نقطة عند العميل. والعميل ده يعرف ان انت، لا ده انا بسلم شغلي قبل ميعاده مش في ميعاده، لا ده قبله. فاهم ازاي؟ فهمت الصياعة دي؟ حاجة ممكن انت ما تعرفهاش غير بمرور الوقت واكتساب خبرات ووقوع في اخطاء كتير. فانا جاي اوفر عليك الوقت، لان انا وقعت في الاخطاء دي كتير جدا قبل كده، واعرف ناس كتير وقعوا في نفس الاخطاء. كنا على تواصل جيد مع العميل. مش عايز استفيض قوي في النقطة دي، لان هي كلها بتتمحور حوالين ظروف مختلفة ومواقف مختلفة مع كل عميل والتاني. بس اهم كام حاجة كده لازم تاخد بالك منهم: ان انت تتواصل معاه طول الوقت او باستمرار في الوقت اللي انت محدده او اللي اتفقتوا عليه هتكونوا فيه على تواصل. تاني حاجة، ما تتأخرش على
مواعيد تسليم التاسكات اللي انت اتفقت عليها. دول اهم حاجتين، لو عملتهم تاكد ان العميل ده هيفضل. وتالت حاجه طبعا كواليتي الشغل اكيد، بس انا بتكلم على السوفت سكيلز هنا. لو عملت الحاجتين دول تاكد ان العميل ده هيفضل يتعامل معاك طول الوقت، لان هو ده اهم حاجه بالنسبه له اصلا، اهم حتى من كواليتي الشغل. كواليتي الشغل مهمه، بس بتيجي صدقني في المرتبه الثالثه قبل الحاجتين دول. حلو كده، حلو. او بعد الحاجتين دول مش قبلهم. طيب النقطه الثالثه اللي انا ممكن اعملها او اخد بالي منها في رحلتي كفريلانسر في بداية وقته او في بداية مشواره، ان انت لازم تستخدم في شغلك حاجة اسمها قائمة المهام. يعني ايه بقى قائمة المهام دي؟ قائمة المهام عبارة عن ورقة او ديجيتال بيج او ايا كان انت بتستخدم ايه في تدوين اشيائك او اغراضك، بتكتب فيها المهام بتاعتك بترتيب اهميتها خلال اليوم او الاسبوع. ومن يوم او اسبوع، اكيد مش هتكتب مهام شهر، يعني هو يوم او اسبوع. انا عارف ان انا عندي بروجكت الفتره دي، وفي نفس الوقت اللي انا معايا فيه البروجكت ده دخل لي بروجكت تاني وتالت، فبقى معايا 3 بروجكتس انا شغال عليهم. البروجكت ده مع تسليمه بعد 5 ايام، والتاني بعد 8 ايام، والتاني بعد 15 يوم. يبقى مين فيهم اهم؟ اكيد اللي بعد 5 ايام، فده يبقى رقم 1 في قائمة المهام بتاعتي، وهشتغل عليه ساعتين مثلا. يعني الكلام ده مجرد مثال، اوكي؟ فانا هشتغل عليه ساعتين النهارده. ده بداية قائمة المهام. البروجكت التاني هيتسلم بعد 8 ايام، فمعايا 3 ايام زيادة، فممكن اشتغل عليه ساعة مش ساعتين بعد ما اخلص الشغل ده. اوكي، البروجكت التالت بعد 15 يوم، فده معايا وقت اطول بكتير، فممكن اشتغل عليه هو كمان ساعة او نص ساعة حسب الوقت اللي باقي في اليوم. طبعا مفيش حد بيشتغل 3 ساعات ونص في اليوم، انت اكيد هتشتغل اكتر من كده، بس انا بضرب لك مثال. المهم قوي بتديله الوقت الاكبر، المهم او واللي وقته جاي خلاص، مهم وعاجل خلاص هتسلمه، فده بتشتغله اول حاجة. بعد كده مهم وغير عاجل، فبتحطه في المرتبة اللي بعدها. بعد كده المرتبة اللي بعدها غير مهم وغير عاجل، لان هو لسه قدامه 15 يوم، فهو مش بنفس درجة الاهمية بتاعت الاتنين التانيين، فبحطه في المرتبة التالتة. دي طريقة ممكن تكتب بيها قائمة المهام، او ايا كانت إيه الطريقة اللي انت ممكن تكتب بيها قائمة المهام بتاعتك. بس مهم تستخدم قائمة المهام، لان انا جربت لمدة اكتر من، يعني عايز اقولك دلوقتي تجاوزت ال60 يوم، يعني شهرين متواصلين او اكتر على فكرة، مش فاكر قد ايه بالظبط. دي تاني نوت بوك، الاولانية خلصت كنت بستخدم قائمة المهام، وجي في النص كده فترة او كان قبلها، وبعد ما خدنا اجازة العيد وانتخنا كده شوية، فما استخدمتش، لسه ما رجعتش لحمية الشغل قوي، فما استخدمتش قائمة المهام. عايز اقولك ان انا بقيت بنسى انا المفروض اعمل ايه النهاردة، وبنسى المفروض البروجكت ده ميعاد تسليمه امتى. ولما بقيت اكتب انا كان المفروض اعمل ايه، بلاقي ان انا كان مثلا المفروض اعمل 5 حاجات، عملت حاجة واحدة بس، لان انا نسيت الحاجة. طول ما هي بتبقى مكتوبة قدامي انا بشوفها كده زي ما انت شايف، بسطر، مش عارف هتشوف ولا لا، بسطر الحاجة واعلم ده الاول وده التاني وده التالت، وانا المفروض اعمل ده دلوقتي، فبعلم مارك احمر كده، اخلصه اروح اعمل مارك اخضر عشان ابين ان انا خلصت التاسك دي، وابدا في اللي وراها على طول. الطريقة دي انا بحب استخدمها مانيوال عشان احس بالحاجة. انا بحب احس بالورقة والقلم كده وانا شغال، مش عارف، بحس ان انا خرجت الطاقه اللي جوايا على الورقه والقلم، بنبسط لما بحس ان انا خلصت. ممكن انت ترتاح في الديجيتال، تستخدم نوشن بقى ولا اي تو دو ليست ابلكيشن ممكن تستخدمه، بس انا برتاح في الورقه والقلم، فبستخدم الورقه والقلم. دي كده تالت حاجة لازم تركز عليها. وموضوع قائمة المهام ده هتلاقي قناة دروس اونلاين اتكلمت فيه كتير قوي 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 قوي. يعني الموضوع ده اتعلمته من على التشانل دي اصلا، واتكلم باشمهندس احمد ابو زيد على التشانل، اتكلم في اكتر من فيديو عن اكتر من طريقة ممكن تدون بيهم مهامك، واكتر من طريقة ممكن ترتب بيهم مشاريعك حسب اهميتها. وليه كورس كمان عن نوشن بيتكلم في تشابتر كامل بيتكلم عن طريقة ترتيب المشاريع والشغل عليها، حاجات كتيرة كده، قصة كبيرة قوي. بس عشان ما تصعبهاش على نفسك، هي ورقة وقلم واكتب انا 1 2 3، عملت 1 عملت 2 لسه ما عملتش 3، بس كده بكل بساطة يعني. الملحوظة الرابعة او النقطة الرابعة والاخيرة اللي انت لازم تاخد بالك منها يا صديقي العزيز، هي الفلوس، الكاشات. ليه بقى الكاشات؟ في حكمة غبية جدا بتقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. انا مش عارف مين اللي قال المثل ده او الحكمة دي، بصراحة انا مش عارف، بس هو ممكن ينطبق على حاجات انا معرفهاش، بس هو لا ينطبق
في حالتك انت كفريلانسر، لان انت لو صرفت ما في الجيب ممكن اللي في الغيب يبقى وحش وما يعجبكش وتندم ان انت صرفت ما في الجيب. طيب تعمل ايه يا ابو حميد عشان تخرج من المأزق الفظيع ده؟ اعمل حسابك ان انت يبقى لك سياسة كده في الادخار، وسياسة تانية في الاستثمار. لو انت راجل بتفهم في الاستثمار انا افهمش فيه، يعني انا اكلمك على الادخار. فممكن تعمل ايه يعني عشان تنقذ نفسك من الازمات؟ تعمل حسابك ان انت اي شغلانة هتجيلك حتى لو ب10 جنيه، هتشيل من الشغلانة دي على جنب، هتقتطع منها 20% مثلا او 10% حسب احتياجاتك الشخصية، وهتشيلهم على جنب. دول مش موجودين، دول ملهمش اي وجود في الوجود. يعني انت خدت النهاردة في البروجكت ده 10 جنيه، في 2 جنيه مش موجودين اصلا او جنيه. خدت 1000، في 200 جنيه او 100 جنيه دول مش موجودين. البروجكت اللي بعده خدت 10 تلاف، انت راجل جبار، في 2000 جنيه ملهمش دعوة بأي حاجة، وهكذا. بروجكت على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده، هتلاقي نفسك بدأت تحس انك بتعمل حاجة وفي سبير متشال للزمن. للزمن ليه؟ لان انت كفريلانسر مش كل يوم هيبقى عندك شغل. ممكن انت تفتكر ان انت دلوقتي ممكن تكون في عصرك الذهبي كفريلانسر، معاك 5 بروجكتات شغال عليهم في نفس الوقت، ومعاك ولسه في قائمة الانتظار 5 كمان. الدنيا ما بتمشيش كده طول الوقت، في وقت بيكون ما فيهوش شغل خالص، صحراء، صح، مفيش حد بيعرف انت موجود في الكوكب اصلا. فالوقت ده انت هتبدأ يبقى معكش فلوس او مفيش فلوس داخله بمعنى اصح. لو انت متبع نظريه تصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، فانت هتنزل تشحت في الوقت ده في الشارع. لو انت مش متبع النظريه دي واتبعت نظريه ال20 80 اللي انا لسه قايلها لك، وسمعت الكلام العبقري اللي احنا لسه قايلينه، هتلاقي نفسك في مبلغ ادخرته. المبلغ ده ممكن يكون 1000 2000 3 10 20 حسب انت ورزقك. الرزق ده بتاع ربنا في الاول وفي الاخر. المبلغ ده انت قادر تتكئ عليه وتصرف منه في احتياجاتك لحد لما يجيلك شغل تاني فتبدأ تصرف تاني. فهمت الفكرة؟ فالمبلغ ده مهم قوي لمواجهة الأزمات في الفترة اللي بيكون ما فيهاش شغل. وكل كلامي هنا انت راجل كفريلانسر. لو انت موظف فانت قاعد وعارف ان في مرتب جاي اول الشهر. حتى لو انت معاك في مرتب بيجي من اول شهر، اعمل حسابك برضو ان في 10 او 20% منه مش موجودين. ليه؟ ده بتقدر تواجه بيهم الازمات، وطبعا كله باذن الله في الاول وفي الاخر، ولكن بتاخد بالاسباب. بتقدر تواجه بيهم ازماتك الشخصيه، احتجت تشتري حاجه، تعبت، احتجت تروح للدكتور، عايز تنزل تحلق، عايز تعمل اي حاجه، معاك فلوس غير فلوس الشغل. لكن انك تعتمد في سياستك النقديه انك بتصرف كل شيء، فانت كده رجل مش حكيم وراجل مش نبيه. في جزء يعني متقدم اكتر من الجزء بتاع الادخار اللي احنا بنقول ده، هو جزء الاستثمار. انك تقتطع جزء من مصروفك، لا مش مصروفك بقى، فلوسك او مرتبك اللي انت بتاخده بتتقاضاه مقابل الشغل اللي بتعمله، علشان تبدأ تستثمره في حاجة تانية. انا ما بعرفش اعمل الكلام ده، ما بعرفش اقولك، ممكن ما اعرفش اقولك ممكن تستثمر في ايه، ما اعرفش اقولك ممكن تستثمر ازاي كراجل فريلانسر. يعني تروح تستثمرهم في سوبر ماركت مثلا، انا مش عارف بصراحة. بس ممكن تستثمرهم في حاجة تجيب لك فلوس اكتر، زي ان انت لو عندك جهاز شغال بقدرة معينة، طور الجهاز ده علشان طبعا بنسبة من الدخل بتاعك، ما تروحش تصرفه كله زي ما قلنا. تطور الجهاز ده بنسبة من الدخل عشان تشتغل أسرع وبكفاءة أعلى، وتقدر تطور مهاراتك، فبالتالي تجيب فلوس أكتر. وما تنساش إن أنت مع الوقت بتزود الفيزيتا، بتزود الكوست او تكلفة الشغل على اي كلاينت انت بتتعامل معاه. لان هي الدنيا كده، انت بتاخد 50 على الحاجة دي هتاخد عليها 100، بتاخد عليها 100 هتاخد عليها 120، بتاخد 120 هتاخد 200، وهكذا مع مرور الوقت طبعا. فكل ما بتطور مهاراتك وبتحسن امكانياتك وبتستثمر في ذاتك، بتبدأ تعلي تكلفة شغلك اللي انت بتعمله علشان يغطي استثمارك في ذاتك. وهو ده الاستثمار في الذات اللي انا بكلمك عليه. ممكن تستثمر في حاجة تانية تجيب لك فلوس بقى اكتر. يعني انت حطيت 1000 يجولك 2000. دي بقى حتة انا مش هقدر العب معاك فيها، ومش هقدر اقولك ممكن تعمل فيها ايه. دول كده ال4 نقط اللي احنا اتكلمنا عنهم النهاردة. ممكن نعمل حلقة تانية نتكلم فيها عن أجزاء تانية في الفريلانسنج، وممكن تستفيد بيها برضو. وهراجع معاك ال4 نقط، وبعد ما راجعهم معاك تاخد الحلقة كوبي وتبعتها لصاحبك اللي عايز يكون فريلانسر، وعمره بيتراوح من 18 ل 23 سنة. مش عارف ليه، ما تسألنيش ليه اخترت ده، بس
يعني ممكن عشان في فجوة زمنية مثلا ما بيني وما بينهم او حاجة. فالاربع نقط هما ان انت لازم تكون شبكة علاقات. النقطة التانية ان انت لازم تتعلم التواصل الجيد او السوفت سكيلز مع العملاء. النقطة التالتة انك تستخدم قائمة المهام في ترتيب شغلك لو انت فريلانسر. النقطة الرابعة، لا تصرف ما في الجيب علشان ممكن اللي في الغيب يوجعك. بس كده. حابب افكرك في النهاية انه انا احمد وده مش بودكاست. اشوفك في الحلقة اللي جاية. سلام.